بسبب هذه الاعتداءات المتكررة، عبد المجيد تبون يدخل على الخط بخصوص استهداف الجزائر داخل مقر منظمة اليونسكو. شاهد ماذا فعل؟ عزيزي المشاهد، إذا كنت محباً لعبد المجيد تبون ومتابعاً للشأن الجزائري وأخبار الترند الجزائرية والعربية والعالمية، اشترك معنا في القناة ليصلك كل جديد. أدانت سفارة الجزائر بفرنسا في بيان رسمي الاعتداء الذي استهدف الجناح الجزائري داخل مقر منظمة اليونسكو خلال فعاليات أسبوع إفريقيا 2026 المنظم بالعاصمة الفرنسية باريس، معتبرة ما حدث اعتداء شنيعا وغير مقبول طال العارضين الجزائريين المشاركين في التظاهرة الثقافية الإفريقية. وأكدت السفارة أن هذا الاعتداء يمس بصورة مباشرة الجهود المبذولة للتعريف بالتراث الثقافي الجزائري والترويج له في المحافل الدولية، مشددة على تمسك الجزائر بقيم الحوار والتسامح والتبادل الثقافي التي تقوم عليها فعاليات اليونسكو، كما عبرت عن تضامنها الكامل مع المشاركين الجزائريين الذين يسهرون على إبراز غنى التراث الوطني والمحافظة عليه. وأوضحت البعثة الدبلوماسية الجزائرية أن تكرار أعمال المضايقة والعنف ضد العارضين الجزائريين في بعض الفعاليات المقامة بفرنسا بات يثير القلق، مؤكدة أنها ستتحرك لاتخاذ كل الإجراءات القانونية والدبلوماسية اللازمة لحماية المواطنين الجزائريين وضمان عدم إفلات المتورطين في هذه التصرفات من المتابعة والعقاب. ويأتي هذا الحادث في وقت تحتضن فيه منظمة اليونسكو فعاليات أسبوع إفريقيا 2026، وهي تظاهرة دبلوماسية وثقافية تهدف إلى إبراز التنوع الثقافي الإفريقي وتعزيز الحوار بين الشعوب من خلال معارض وندوات وأنشطة ثقافية متنوعة. وتولي الجزائر أهمية كبيرة لحماية وتثمين تراثها الثقافي داخل الهيئات الدولية، خاصة في إطار التعاون مع منظمة اليونسكو، حيث تواصل العمل على تسجيل وصون العديد من العناصر التراثية الجزائرية ضمن قوائم التراث الثقافي. تجدر الإشارة إلى أن الجزائر دفعت ب3 عناصر جديدة إلى قائمة اليونسكو، وتشمل لباس البلوز التقليدي والأغاني المقدسة للمداحات، إلى جانب ملف الألعاب الذهنية التقليدية على الرقعة.